السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا نص حديث محمد صلاح في مؤتمر صحفي بعد استبعاده من قائمة أفضل لاعب في أفريقيا، ويحمل رسائل بين السخرية والاحترافية، حيث في المؤتمر الصحفي الغير المتوقع ظهر النجم المصري محمد صلاح بابتسامة عريضة، مما أثار فضول الصحفيين الحاضرين حول ما ينوي قوله بعد استبعادها المفاجئ من قائمة الأفضل في إفريقيا لعام 2024 في أجواء جمعت بين السخرية والاحترافية، حيث ألقى صلاح كلمة حملت بين طياتها رسائل خفية وأخرى صريحة حول الواقعة، وقال: أصدقائي، أحب أولا أن أشكر اللجنة التي قررت أنني لا أستحق أن أكون من بين الأفضل في إفريقيا هذا العام. بصراحة كنت أعتقد أن الفوز بالألقاب، تسجيل الأهداف وصناعة الفرص لم يعد كافيا، لكن الآن اكتشفت أن هناك معايير أخرى لا أعرفها بعد. ربما تكون القدرة على التسلل بين النجوم خلسة، أو التفوق في لعبة الشطرنج. قال صلاح بابتسامة ساخرة. وصل النجم المصري حديثه وهو يشير إلى شاشة خلفه تعرض أبرز لحظات هذا العام، وقال: هذا العام قمت بتسجيل وصناعة العديد من الأهداف، وفزت مع فريق ليفربول بالألقاب، لكن يبدو أن هذا لا يكفي لأن أكون في القائمة. ربما لو ركزت على تعلم الرأس بدلا من كرة القدم كنت سأحصل على فرصة أفضل. ثم توقف للحظة وأضاف بجدية واضحة: بالطبع لا أقلل من أي لاعب تم اختياره، فكلهم نجوم عظماء يستحقون التقدير، لكن علينا أن نكون واقعيين. أعتقد أن عدم اختياري ليس بسبب أدائي، بل ربما لأنني رفعت سقف التوقعات. يبدو أن الناس اعتادوا على أن أكون الأفضل، فنسوا تقدير العمل الذي أقوم به عاما بعد عام. واختتم صلاح حديثه قائلا: على أي حال لن أدع هذا يؤثر علي، سأواصل العمل بجد، وسأترك التاريخ يحكم على ما قدمته، وربما في المستقبل سأمنح جائزة أفضل من تم تجاهله في إفريقيا. انفجر الحضور بالضحك والتصفيق، لكن خلف السخرية كان هناك رسالة واضحة: محمد صلاح لا يحتاج إلى جائزة ليعرف قيمته، فما يحققه في الميدان يكفي ليظل أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ القارة السمراء. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة، وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.